الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. موضوع مهم انتشر في هذه الأيام وهو التجسس على الهواتف أو اختراق الهواتف، ونرى كيف يضرب الله سبحانه وتعالى لنا المثل في المنام للتنبيه والتحذير أن هناك من يتجسس عليك، وهذا الأمر ليس بالهين، إنما هو أمر كبير. تجد هذا المتجسس أو المتلصص سعيد مستمتع يتلذذ بأنه اكتشف ما خلف الأستار وكشف ما خلف الأسوار وعلم أسرار الناس، ولا يعلم ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وصفه وشهد له النبي في الحديث الصحيح، وما هو وعيد الله عز وجل له. وهل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في الأحاديث ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور؟ نعم، والصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح في صحيح الجامع: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. هكذا وصفه النبي وشهد له صلى الله عليه وسلم. آمن بلسانه فقط. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا وعيد ليس بهين، من يفعل ذلك يتوعده النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيفضحه ولو كان في جوف بيته، قد يفضحه في نفسه أو في أهله أو في أمر عزيز عليه لا يريد أن يعلم به أحد. هذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا. لا تجسسوا أي لا تبحثوا عن السرائر، لا تفتشوا في خفايا الناس، لا تفتشوا في السرائر والخبايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والمشكلة الأكبر أن هذا فيه اتباع لخطوات الشيطان. ولا تتبع خطوات الشيطان. قد لا يتوقف الأمر عند مجرد التجسس أو معرفة بعض الأسرار أو رؤية بعض الأشياء، ولكن قد يأخذك الشيطان إلى طريق لا نهاية له إلا في جهنم. ولذلك سنرى كيف ينبهنا الله سبحانه وتعالى في المنام وفي الرؤيا عن طريق الوحي الرباني والرسائل المنامية من الله عز وجل. الرمز الأول أو الرؤية الأولى التي تنبهك أن هناك من يتجسس على هاتفك، أن تجد شخص سواء معلوم أو مجهول أتى في المنام إلى بيتك ضيفا. من الطبيعي أن يدخل الضيف إلى مكان الضيافة أو غرفة الضيوف أو حتى إلى غرفة المعيشة، ولكن تفاجأ في الرؤيا أن هذا الضيف يدخل مباشرة إلى غرفة نومك. وهنا التنبيه أن هناك من اخترق الخصوصية، طبعا لأن في هذا العصر لم تعد هناك الزيارات والضيافات كما كان من قبل، واقتصر الناس واقتصر العالم على التواصل عبر الإنترنت. لذلك هذا التعبير المواكب للعصر الأكثر شيوعا، وهو ما كان بالتجربة في أكثر من رؤية أكثر من امرأة. الرمز الثاني هو الأكثر شيوعا أيضا، وهو رؤية الجن، بشرط أن يسمى لك في المنام بمسمى الجن، مثل أن ترى أن هناك جن يراقبك، أو ترى أن هناك جن يتحدث عنك وعن شيء أنت تخفيه أو شيء يخصك، مثل رؤية لفتاة رأت أن هناك جن يتحدث عنها. المهم أنه سمي لها في المنام مسمى الجن، وأنه يتحدث عنها وعن أمر خاص بها. أولت لها المنام أن هناك من يتجسس على الخصوصية ويخترق هاتفها، وكان كذلك، لأن هذا المتجسس أو هذا ما يسمونه بالهكر يشبه الجن في تصرفاته، حيث يرى الضحية من حيث هي لا تراه، كما هو حال الجن والشياطين أنهم يروننا من حيث لا نراهم. الرمز الثالث وهو أيضا من الأكثر شيوعا، وهو رؤية المرآة، ولكن بشروط معينة، مثل رؤية عرضت علي من امرأة رأت كأنها تقف في غرفتها أمام المرآة تلبس ملابس مكشوفة كما هو اللبس الطبيعي لأي امرأة في غرفتها، ولكن فوجئت أنها عندما نظرت في المرآة وجدت أن هناك
أشخاص لا تعرفهم يتطلعون عليها وينظرون إليها عبر المرآة. وقلت لها أن هذا تحذير، أن هناك من يتجسس على هاتفها وعلى خصوصيتها. طبعا لأنه لم تعد طرق التجسس القديمة، لم تعد هناك طرق التنصت أو التجسس القديمة، وإنما هذا العصر أصبح عصر الإنترنت. الرمز الرابع ويعتبر هو الأقل شيوعا، ولكنه أيضا يدل على اختراق الخصوصية والتجسس على الهواتف، أن ترى في المنام أن هناك من يسرق بطاقتك الشخصية أو بطاقة الهوية الشخصية، تجد شخص سرقها. وهنا يخبرك الله سبحانه وتعالى أن انتبه أن هناك من يتجسس على خصوصيتك ويخترق خصوصيتك. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب